الحكم بالإعدام على ثاني ساحر ليبي من أصول تونسية فرق أكثر من 100 زوج وزوجة وأمرض أكثر من 10 أشخاص بالسرطان. شهدت ليبيا مؤخرا انتشارا مخيفا للسحر الأسود، حيث تسببت هذه الممارسات في تفريق الأسر وإصابة الأبرياء بأمراض قاتلة وتدمير الأرزاق. لمواجهة هذه الظاهرة قررت الدولة اتخاذ إجراءات صارمة بتشكيل وحدة خاصة تضم نخبة من الشرطة، أئمة مسلمين وسحرة تائبين. أبرز قراراتها الأخيرة كان إعدام أحد أخطر السحرة، ليبي من أصول تونسية اعترف بارتكاب جرائم تقشعر لها الأبدان. الساحر الذي اعتمد على طقوس شيطانية اعترف بتفريق أكثر من 100 زوج وزوجة مقابل المال وإصابة 10 أشخاص بالسرطان، وبين ضحاياه أحد أقاربه الذي تسبب له في مرض السرطان بدافع الحسد فقط، كما كشف عن تدمير حياة شقيقه بتفريقه عن زوجته باستخدام السحر، مبررا فعلته بأنه يكره شقيقه. الأكثر صدمة أنه أبدى برودا كاملا خلال التحقيقات، مؤكدا أنه غير نادم على أفعاله، مشيرا إلى أن أي محاولة للندم قد تجعل السحر ينقلب عليه. هذا الموقف دفع السلطات إلى تنفيذ حكم الإعدام فورا، مبررة القرار بأن موته سيبطل جميع أسحاره، مما قد يعيد الأزواج المفرقين لبعضهم ويشفي المرضى الذين أصابهم. هل السحر الأسود قادر فعلا على إحداث